عارف انتوا مشكلتكوا ايه؟ ان انتوا ما بتعرفوش تفرقوا بين المصطلحات، زي اللي ما بيعرفش يفرق بين الجاموسة والبقرة، الاتنين عنده شبه بعض. يا حكومة الصين الرشيدة، هذه رسالتي لكم. اصنعي للعالم العربي شرفا وهو غشاء البكارة. يقول لك شرفنا غشاء البكارة. صنعتم كل شيء، لم يبقى إلا أن تصنعوا لهم الشرف الذي دائما يتغنون به، غشاء البكارة. نعم، اصنعوا لهم شرفا وانظروا كيف ستنهال عليكم المليارات والتريليونات، خاصة من بقعة العالم العربي، مستطيل شرموطة، مستطيل العهر والدعارة والفساد والكذب والدجل. نعم، إنه شرفهم، ولكن هذا الشرف يا جماعة يطير بأول دقيقة من ليلة الدخلة. يبقى بلا شرف. نعم بلا شرف. يعني انت مش عارف تفرق بين الشرف والعفة وجاي تتكلم؟ وايه اللي دخل الشرف في غشاء البقرة؟ ومين قال لك ان المسلمين والعرب عندهم الشرف هو عذرية البنات؟ لو كان كلامك صحيح ما كانش حد يتجوز واحدة مطلقة او واحدة أرملة. هي المطلقة او الأرملة بالنسبة لك عذراء؟ مشكلتك انك بتخلط الامور ببعضها، وده مش عشان انت قاصد، لا، علشان انت مش فاهم. انت مش فاهم الفرق بين الشرف والعفة، عشان كده كله عندك شكل بعضه. اخر معلوماتك عن الشرف هي المثل الشعبي: شرف المرأة زي عود الكبريت. الشرف يا اسطى عند العرب هو العلو والمجد والرفعة، والشريف عند العرب هو المعظم بين قومه، وده لقب كان شائع عند أعيان العرب. هجيبها لك بالبلدي كده عشان مخك يفهمها. الشرف ده هو الحسب والنسب والأصل، حاجات كتير كده انت مالكش علاقة بيها. حتى عكس الشريف هو الوضيع والذليل والحقير. وخد دي مني كده جدعانة ليك، والتابع اللي بيحاول يرضي الغرب. أما العفة فهي الكف. هفهمها لك برضك عشان مخك الصغير يفهم. العفة ديت فضيلة عند الشخص اللي بيمنع نفسه من الشهوات. وبرضه احنا كمسلمين وعرب عارفين ان العفة ملهاش علاقة بغشاء البقرة، وإلا ما كانتش المطلقة أو الأرملة، على حسب معلوماتك انت وكلامك، انها تبقى عفيفة. لو كان الشرف زي ما انت بتقول عند العرب هو مكان البول، كانوا يتباهوا بيه، ما كانوش يستروه. والدليل ان هم بيستروه انه مكان متعلق بالعفة. وبعدين تعالى، هو انت مش بتتباهى بالغرب انهم عندهم الجنس مباح؟ امال جاي دلوقتي تعيب على العرب انهم عندهم نماذج بيمارسوا قبل الجواز؟ مش ده تناقض في اعتقادك وتفكيرك ومفهومك؟ وحتى لو كلامك برضه صحيح وفي نماذج من العرب والمسلمين بيمارسوا الجنس قبل الجواز وبيحتفظوا بعذريتهم، ده برضه دليل على كلام ربنا اللي قاله: الخبيثات للخبيثين. ده المبدأ الرباني في التكافؤ في الجواز. مش مستنيينك انت اللي تيجي تقول لنا ان في نماذج، عندنا احنا عارفين ان في نماذج وكل واحد بياخد اللي شكله. يقول لك هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لأمك؟ يعني على أساس أمك وأختك. شلون جيت أنت عجل؟ أمك مارست مع جوزها وأختك مع جوزها اللي تحبه وكذا، وفي شغلات تصير أنت ما تعرف عنها. يا ملاك نازل أنت نوراني من السماء، يعني أمك على أساس عملوا لها خش خش خش، وجيت حضرتك أمك ما جابتك إلا بممارسة الجنس الحقيقي. يعملوا براحتهم، ما تقلقش، احنا فاهمين. طالما تحت بند الجواز يعملوا اللي هم عاوزينه. انت زعلان ليه؟ مش عارف انا انت ايه مشكلتك ان احنا بنحب الست العفيفة؟ يا عم احنا ناس بنحب النوادر، بنحب النوادر اللي قيمتها عالية. اما انت بتحب الحاجات المتوفرة اللي قيمتها اقل. انت حر، انت عايزها ميكروباص 14 راكب براحتك. اما بقى بخصوص غشاء البقار الصيني، البسه انت.